لي انه الكواكب عندك بتقولك ان الشمس كانت موجودة في السرطان قبل كده، وفي البيت الرابع من دايرتك، بين الجذور، الماضي، الوجع اللي محدش شافه. ده خلاك تغوص جوه أعماق، تواجه أسئلة صعبة. أنا عايش ليه هنا؟ ليه مش مفيش حد شايفني أو حد فاهمني؟ ايه اللي ناقصني عشان أحس بالسلام؟ بس من 22 يوليو الشمس هتنتقل للأسد، بيتك الخامس. هنا هيبدي النور يظهر، ويبدأ يعني في نفسك الحقيقية هتبدأ يعني تبان وتتنفس. لكن النور ده مش هيبان إلا لما تسيب اللي مش ليك. هنشوف المريخ هيقولك ايه. المريخ هو كوكبك الحاكم، بيتحرك دلوقتي في برج الأسد. عارف يعني ايه؟ يعني طاقتك مولعة، نارك مشتعلة، بس النار دي مش علشان الحرب، دي علشان الشغف، نار الطموح، نار التعبير عن الذات. بس خلي بالك لما المريخ بيتحمس في الأسد ساعات بيخلي رد فعلك درامي وقراراتك متسرعة. ممكن تندفع في العلاقة، تقول كلمة تندم عليها، حتى لو تفكر جواك رغبة السفر أو الرحيل. بس خليك قاعدة يا برج الحمل، لأنه أنا شايفة هنا نارك المولعة هتاخدك